واش المساواة كتعني بأننا نعطي كل واحد حقه ولا نحيدو الفرق ما بين الرجل والمرأة؟ في هاد الزمان هذا ولينا كنسمعو كلمة النسوية بزاف وفي كل مكان، كيفاش ظهرات وفوقاش ظهرات. باش نفهمو النسوية اليوم خصنا نرجعو حتى للقرن 19 تما فيه ظهرات أول مرة، فين كانت المرأة محرومة من بزاف الحوايج، من حق التصويت، من حق التعلم كذلك ومثال، وفي بعض الأماكن حتى القرار ما كانش عنده. ومن هنا خرجت واحد الحركة بسيطة اللي كتطالب بالعدل والكرامة وحقوق إنسانية. مع الوقت تطورت هاد الحركة ودازت من مراحل كتير، ولكن السؤال واش هاد الحركة بقات كتطالب كما طالبت في الاول؟ واش بقات نفس الفكره ديال البدايه ولا تبدلوا الافكار ولا شي حاجه اخرى؟ نجاوبوا على السؤال. كاين جوج حالات، ما كاينش شي حاله واحده. كاين نوع من النسويه اللي كيطالب بنفس الحاجه من زمان، اللي هي العدل والكرامه والحقوق الاساسيه كما كانت في الاول، وهذا حتى الاسلام اصلا جابه وما فيه حتى شي مشكل. لكن كاين نوع اخر تبدل مع الوقت وما بقاش غير كيطالب بالحقوق ديالو. هذا النوع هذا ولا كيشك حتى في الادوار الطبيعيه، شوف ان العلاقه ما بين الرجل والمراه علاقه صراع ابدي، حيت الفكره خرجت من طلب حقي ولات خاصني نكون نفس الحاجه او لا حتى اكثر. وفي هذه النقطه هذه المشكل ماشي في المطالبه بالعدل، بل في محاوله الالغاء ديك الشيء اللي فرقوا الله عليه. بعض العلاقات كتسالي ماشي بسبب ما كاينش الحب ولا ما كاينش شي حاجه، ولكن حيت كل واحد دخل فيهم بواحد العقليه: انا اللي خصني نربح. المراه كتقول انا ما خصنيش نكون قل من الراجل، والراجل كيقول دائما انا خصني نبقى مسيطر. وفي بلاصه ما يسولوا بعضهم كيفاش نكملوا بعضنا يوليو يسقسيو شكون اللي غيغلب، واش انا ولا هو. وهنا العلاقه ما كتبقاش علاقه محبه، كتولي علاقه صراع ولا دابوزي، وخاص هذا الشيء هذا واحد فيهم اللي غيغلب. وهذا بالضبط نتيجه الفهم الغلط للمساواه، حيت بدل ما يكون توازن كتولي منافسه. المنافسه كتسالي دائما بواحد الطرف اللي غالب. حنا كمسلمين ما كنطلقوش من اراء الناس اكثر ما كنطلقوا من دين واحد واللي هو واضح ومكمول. هنا الاسلام ما جاش باش يشبه المراه بالراجل، وما جاش باش يشبه الراجل بالمراه، جا باش يعطي كل واحد المكانه ديالو والطبيعه ديالو والدور ديالو في هذه الحياه. هنا المشكله فين كاينه باننا خلطنا جوج الكلمات مع بعضهم، اللي هي المساواه والتشابه. هنا المساواة كما كنعرفوا انها كتعني العدل، يعني اي انسان عنده القيمه ديالو، عنده الحقوق ديالو، الكرامه ديالو حتى هي. والتشابه هو يكون الرجل والمراه على نسخه متطابقه، يعني نسخه واحده. وهذا الشيء هذا ماشي منطق. غنستنتجوا بان المساواة جات باش تحقق العدل، ماشي تغيير الفطره. والله خلق الرجل والمراه مختلفين ماشي ظلما بل تكاملا. بعض الافكار النسويه دابا ما بقاتش كطالب بالعدل، ولكن ولات كطالب بالتشابه ما بين الرجل والمراه في الادوار، في المسؤوليات وحتى في طريقه العيش. ولكن واش هذا هو العدل فعلا او لا تشابه، او لا كيحاولوا يغيروا الفطره اللي خلقنا بها الله؟ هنا المشكله تحولت من فكره لصراع: شكون اللي قوي وشكون اللي احسن. الفقره هذه نظر على حاجه واحده واللي هي العلاقات الفاشله. بزاف د العلاقات كيفشلوا ماشي على حسب غياب الحب ولا غياب المال ولا شي حاجه، بل غياب التوازن اللي كاين في ديك العلاقه هذه، اولا اللي خصو يكون في ديك العلاقه. هنا كل طرف خصو يكون هو المسيطر، حتى واحد فيهم ما عارف بان الدور ديالو الحقيقي وخصو يأديه. هنا تحولت العلاقه من علاقه تكامل الى علاقه منافسه. هذه المشكله ماشي في النسويه ولا الفكره اللي جات بها من الاول، ولكن من الفهم بعض النساء الليله، كل واحده كيفاش كتفهمها. هنا النسويه في الاول جات كطالب بحق التصويت وحق التعلم والحقوق الاساسيه ديال المراه، هذا الشيء هذا ما فيه حتى شي عيب. وحاليا كما كتشوفوا ولات كطالب بالتشابه، اولا نصبحوا نسخ متشابهه، يعني نفس الادوار نفس كل شيء. وهذا الشيء هذا كيتخالف مع الفطره اللي جينا بها. اي فكره في هذا العالم واخا تكون عاديه، الا تجاوزت الحد ديالها كترجع على راسها بالضبط. النسويه بدات كحركه كطالب بالحقوق ديال المراه، ولكن دابا واش تسقسيو راسنا واش باغا كطالب بنفس الحقوق او لا ولات كطالب بشي حاجه زايده ولا هي التشابه؟ حيت الفرق كبير ما بين كطالب الحقوق ديالك وكتشوف الجانب الاخر او الشخص الاخر كعدو. العدل ماشي هو اننا نكونوا نفس الشيء، العدل هو ان كل واحد ياخذ حقه على حسب الطبيعه ديالو والدور ديالو في هذه الحياه هذه. ولكن اذا فرضنا تشابه راه كنظلموا الطرفين يمشوش بهم، ماشي غير طرف واحد. وحيتاش ماشي كل اختلاف ظلم، واكبر خطا كنعدلوه هو اننا كنقارنوا مع بعضنا. العلاقه ما بين الرجل والمراه شحال هذه ما كانتش شي حاجه، صار ما هي كانت علاقه توازن وتكامل. ولكن اليوم الفكره بدات كتبدل شويه بشويه، وحاليا ولا السؤال دابا شكون اللي غيتحكم شكون اللي غيقرر. ومنين العلاقه كتدخل من هذه العقليه هذه، التوازن كيخرج بحالهم واحد الباب صغير.
اليوم كاين واحد الخطاب كيقول للمراه بان خصك تكون انت اللي كتحكم وما تحتاجي حتى شي واحد في هذه الحياه هذه. وكاين خطاب اخر كيقول للراجل خصك دائما تكون مسيطر وما تخليش شي حاجه تفرض عليك. هنا السؤال، واش هذه قوه او لا غير وهم كيدمر العلاقات؟ حيت القوه الحقيقيه ماشي انك تكون ضد الاخر اكثر ما تكون كتفهم تعايش معه بتوازن وبتكامل. هنا واحد النقطة اللي غنهضروا عليها اللي هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما كتشرحش الافكار ولكن كتضخمها، كتاخذ واحد الفكرة صغيرة وكتعمل منها فيلم. هنا كل طرف كيشوف ديك المحتوى اللي غيدعم ديك الرأي ديالو، كيولي مع الوقت مقتنع بديك الرأي بانه هو الصحيح والطرف الاخر غلط، وهنا ما كيبقاش النقاش ما بيناتهم، كيولي صراع. المشكل ماشي في النسويه بالحد ذاتها، المشكل في المعنى ديال النسويه عند بعض النساء، حيت نفس الفكره تقدر تبني لك علاقه وتقدر تهدمها. ولا خلاصة هادشي هذا كلشي كيرجع للطريقة وكيفاش استخدمات ديك النسوية هادي. هنا في الاخر غنستنتجو بان الراجل عنده مسؤوليات ديالو، عنده الدور ديالو خصو يقوم بهم باكمل وجه، وكذلك المرأة هي عندها مسؤوليات ديالها والدور ديالها في هاد الحياة هادي خصها تقوم عليهم باكمل وجه. مساواة اليوم ولات واحد الكلمة كتكرر بزاف في السوشيال ميديا، ولكن قليل اللي عارف المعنى ديالها الحقيقي وشني كتعني وشني، حيت بعض المؤثرين ما كيشرحوش المساواة بالمعنى ديالها الحقيقي، يستعملوها كشعار فقط. اي حاجة ما كتعجبهمش كيقول لك هادشي هذا ضد المساواة، وبلا ما نحسو هنا الكلمة كتفقد المعنى ديالها. تعرف المعنى ما كيكونش واضح بل كيكون ذكي، كيبدلوا المعنى بشويه بشويه حتى كتولي المساواه كتعني خاصك تكون نفس الاخر، يعني متشابه، ولا ما كنتيش بحالو كيحسوك بانك اقل منه قيمه، وهنا الفكره كتبدل بلا ما ننتبه. بعض المحتوى المؤثرات حاليا كيشجعوا على التشابه، ما كيشجعوش الى العدل، او بمعنى اصح كيشجعوا على المقارنه. وهنا ما خصكش تبقى تقارن راسك مع الراجل، حيت ملي كتجي تقارن كتبان بانك ناقصه قيمه عليه. دائما خصك تكون في حال، وهنا الراجل عنده القيمه ديالو والمراه كذلك ومثال عندها القيمه ديالها. اخر حاجه غنقول هي ان الله عطاكم افضل نعمه واللي هي العقل، حاولوا تفكروا به وما تطفيوهش، حاولوا دعاو شي حاجه، ما تخليوش بنادم ياثر عليكم حيت نتوما عندكم والسلام عليكم ورحمه الله.